عارف التيشيرت اللي تمنه نص مرتبك او كوبايه القهوه اللي سعرها اغلى من غداك؟ تعال اقول لك على 5 خدع البراندات الكبيره بتعملها عشان تخليك تدفع وانت راضي ومبسوط. وده من اول الكيس اللي بيلمع والشريطه المربوطه بمنتهى الشياكه لحد التيكت. حتى وانت بتفتح الكيس تحس نفسك في فيلم او بتشتري تحفه فنيه مش مجرد منتج عادي. دماغك تقول لك ايوه كده، اكيد الفلوس دي مش رايحه هدر. هم عارفين انك لما تشوف سعر التيشيرت مثلا 5000 جنيه عقلك على طول هيقول اكيد ده جودته خرافيه، حتى لو نفس الجوده دي بتتباع زيها في وسط البلد ب 500 جنيه. البراند بيربط المنتج بالطبقه الاجتماعيه، وبالتالي هنا انت مش بتشرب قهوه، انت ماسك كوبايه عليها لوجو يخلي كل اللي يشوفك يعرف انك من طبقه معينه مش بتشرب اي قهوه، او انك من الناس اللي ماسكه الايفون مش اي تليفون وخلاص. هما مش بيبيعوا لك منتج، بيبيعوا لك قصه. يقول لك انت بتشتري من البراند العالمي اللي اتاسس مش عارف من كام سنه في مدينه ايه، او القهوه اللي من مزرعه بتنتج 1% بس من حبوب العالم. فجاه بتحس انك بتشتري تاريخ مش مجرد منتج وخلاص. دي بقى للناس الاغنياء شويتين تلاتة كده. تخيل مثلا العربيه الفلانيه اللي في منها 100 بس في العالم كله، او الساعه الرولكس الليمتد اديشن. الناس دي هنا مش بتشتري المنتج، هم بيشتروا لقب في اي بي بتاع الناس اللي من ضمن كل البشر هم بس اللي بيمتلكوا المنتج ده. بعد ما عرفت الخدعه دي فكر للحظه كده وقول لي في التعليقات، انت شايف ان احنا اللي بنختار المنتجات دي ولا المنتجات هي اللي بتختارنا؟ وايه اغرب حاجه اشتريتها قبل كده بسبب البراند بس؟ وما تنساش تعمل فولو.